الحمد لله رب العالمين، سبحانه له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا محمد. فلو جلست معك يا رسول الله فإنني سوف أناجيك وأقول لك والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسك، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت في قلبي ووسواسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا منك في الكاس، ولئن قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الرأس. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا نور عيني يا رسول الله. ونحن في رحاب نبينا، آن لنا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظر إليه صلى الله عليه وسلم بعدما بنى المسجد في المدينة، فلم يجد صلى الله عليه وسلم شيء يقف لكي يخطب عليه إلا جذع النخلة، جذع ميت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويخطب عليه. فجاءت امرأة من الأنصار وكان ابنها نجار، وقالت يا رسول الله إن ملوك الأعاجم إذا وقفوا يخاطبون رعاياهم وقفوا على منبر، فهل اتخذنا لك منبرا من خشب يا رسول الله؟ بلاش الجذع دوت، انت ليك مقام عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منع وقال إن شئت فافعلي يا أمة الله. فجاءت المرأة ووصت ابنها النجار أن يصنع منبرا لرسول الله، وصنع المنبر وأتوا به ووضعوه في القبلة، ونحن الجذع في ركن المسجد، كان بين الجذع وبين منبر رسول الله 8 متر. وفي أول خطبة يقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويخطب على المنبر، وإذا بالصحابة يسمعون أنينا وبكاء كبكاء الطفل. من أين هذا الأنين؟ ومن أين أتى هذا الصوت؟ وإذا بهم ينظرون إلى الجذع فوجدوا أن الجذع يحل لرسول الله. الجذع ميت بيحل وعمال يعيط على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تتحرك أسابير رحمته، وينزل النبي بعد ما صلى عليه من على المنبر ويتقدم إلى الجذع ويأخذ الجذع في صدره صلى الله عليه وسلم، يحضن الجذع وكأن هناك
الجذع حن للنبي واحنا قلوبنا اتكسر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لذلك ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إن الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رحيم بأمته. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج ووصل إلى عرش الله ووقف على بساط الأنس، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخلع النعلين، وربنا يناجي الحبيب يقول له يا محمد لم تخلع النعلين؟ فقال يا رب خشيت عقوبة الضرب ومرارة الرد وأن يقال لي كما قيل لأخي موسى اخلع نعلين. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى محمد ويقول له يا محمد إذا كان موسى ضرر فأنت المطلوب، وإذا كان موسى أراد فأنت المراد، وإذا كان موسى أحب فأنت المحبوب. سلني يا محمد ما تشاء فإني سميع مجيب. قال اللهم ربي لا أسألك آمنة التي ولدتني ولا أسألك حليمة التي أرضعتني ولا أسألك خديجة التي آوتني ولا أسألك فاطمة ابنتي ولكني أسألك أمتي. رحمة ربنا سبحانه وتعالى نظر إلى محمد وقال ما أرحمك بأمتك يا محمد، وعزتي وجلالي يا محمد أمتك خلق ضعيف وأنا رب لطيف وأنت نبي شريف، وعزتي وجلالي لن يضيع الضعيف بين اللطيف والشريف. وعزتي وجلالي يا محمد سأعطيك في أمتك ولن أخزيك أبدا. أما ترضى يا محمد أن أحسب القيام بيني وبينك نصفين، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. وصلنا عند ربنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أدعوه وأقول لهم إذا كان النبي رحيما بأمته فيجب علينا أن نأخذ صفة رسول الله ونتراحم فيما بيننا. هيا نرفع كف ضراعك إلى الله. اللهم إني داعي فأهدنا، اللهم ارحمنا بحب نبينا، اللهم شفعه فينا في يوم الزحام، اللهم